اخيرا الزمالك بيقدم ولو اقل القليل من كرة القدم. فوز مهم جدا جدا، 3 نقط كان لازم الزمالك يحصل عليهم النهارده. دوري صعب اللي فاضل فيه مش كتير. حتى وانت سيء بالشكل اللي احنا فيه دوت، تقدر انك تعمل حاجه في الدوري دوت. كل الفرق بتضيع نقط. المنافسه هتبقى شرسه جدا في الدور الثاني في مجموعه البطوله. ظهور تاني جيد لمحمد ابراهيم الباك اليمين الناشئ. وللامانه يعني، وما يزعلش مننا عمر جابر، محمد ابراهيم بيقدم مش اقل خالص من اللي بيقدمه عمر جابر، وهو ناشئ، وهو بياخد ملاليم مش 10 ولا 15 مليون جنيه في الموسم. الفرقه لعبت احسن من غير خوان بازيرا وشيكو بنزا. شيكو بنزا ده حكايه لوحده، ده لازم يتعمل له فيديوهات، يعني لان انا شاكك اصلا ان هو لعيب كوره. يعني انا محتاج حد يمشي وراه ويمشي ورا بداياته ويقول لنا هل في حد اتفرج عليه في اي نادي هو لعبه 10 15 ماتش مثلا واتاكد ان هو لعيب كره قدم، لان انا شاكك في ده. فيعني الراجل ده اعتقد ان هو مكانه السيرك. الحمد لله على ال3 نقط. يا ريت يا ريت يكون ده بدايه ان احنا نلعب شويه كوره شويه كوره، يعني لله يعني، وعشان خاطر الجماهير، ونعرف نكسب ماتش المصري يوم الاحد الجاي. فالحمد لله.